في شارع المعز اوعى تنسى وما تزورش متحف النسيج. متحف مليان حكايات امجاد وعز وفنون مليها حصر في شارع المعز. عايزه اقولك متحف جميل بيبهر العيون من العصر الطولوني، بياخدنا لزمان وبنشوف امبارح في عيون مصر. ومتحف مليان قاعات، في كل قاعه منه حكايه مختلفه، وهاخدكم النهارده ندخل في قلب العصر الطولوني ونعرف حكايته مع النسيج وحكايه النسيج مع المصري ابو احلى ضحكه واغلى معدن. وتعالوا معانا نشوف حكايته. برغم مرور قرنين من الزمن على تكوين الإمبراطورية الإسلامية، إلا إن الفن الإسلامي مازال في مرحلة الاقتباس من الفنون السابقة والمعاصرة، علشان كده زخارف منسوجاته بها مسحة ساسانية. ودي قطعة من نسيج الصوف عليها زخرفة منسوجة بطريقة القباطة، بتمثل رسوم طيور وحيوانات بألوان مختلفة، بعضها داخل جماد بيضاوية. ودي قطعة من نسيج الصوف بزخارف منسوجات بطريقة القباطة أيضا، عليها رسوم حيوانات بتعدي ورا بعضها وطيور بألوان مختلفة. حكايتنا النهاردة عن متحف النسيج اللي موجود في النحاسين في شارع المعز لدين الله الفاطمي، اللي كان أصله سبيل محمد علي باشا الكبير. هنتكلم النهاردة عن النسيج في العصر الطولوني. في حاجة غريبة حصلت في الفترة دي لما أحمد بن طولون اتمرد على الخليفة العباسي في بغداد وقدر إن هو يمسك حكم مصر. فضل برضو على نفس سياسة الخلفاء العباسيين، وهي إنهم كانوا مسيطرين على الغزل والنزل. علشان كده كمان قام بزيادة عدد الورش في مصر الوسطى وفي الفيوم، وما اكتفاش بكده بس، خلاها تصنع لبس الأمراء من ناحية ولبس عامة الشعب من ناحية أخرى. اللمسة الساسانية واضحة في المنسوجات في العصر الطولوني، وهي إما عناصر نباتية محورة أو طيور وحيوانات بحجم كبير بأسلوب ساساني بيظهر من خلالها الدوائر اللي بيزين بداخلها رسوم طيور يتدلى من منقرها ورقة نباتية أو ثمرة، وهي رمز الفال الحلو عند الساسانيين. أما دي فهي قطعة من نسيج الصوف والكتان، عليها كتابات كوفية بيقرأ منها بركة من الله، بتمثل العصر الطولوني. متحف النسيج شاهد على زمن الرقي والذوق الرفيع، على زمن كمان فات ولسه كمان على الزمن اللي جاي، ولا عمرها تنتهي سيمفونية الخيوط اللي بتطلع لنا النسيج. وهتفضل القطع الأثرية شاهدة وبتحكي تاريخ النسيج الطولوني. ودي كانت حكايتنا، وهفكرك تاني وانت في النحاسين في شارع المعز، اياك تنسى تزور متحف النسيج.